اكبر كذبه لاغلبيه متيقينها. واخويا انا نهار الامتحان ما كاين لك غتمر الزبيب والبنان باش عقلي يتحل ويزيد لي التركيز ديالي. اسمح لي ولكن راك غالط. كيفاش؟ غير تبع معايا وغتفهم كلشي، وغنعطيك شنو هو البديل اللي بصح غيخلي دماغك يتحل ويزيد لك التركيز ديالك وعاد دوز الامتحان ديالك وانت المورال ديالك طوب. لايك لي الفيديو، يلا نبداو. بداية علاش مثلا الزبيب قبل الامتحان واحد الفعل اللي غلط وغيخرج عليك. اوكي تبع معايا. فاش اصديقي او صديقتي كتاكل شي حاجه حلوه مثلا التمر ولا الزبيب مباشره كيتفرز هرمون الانسولين. هذا الهرمون مسؤول على تنظيم مستوى السكر في الدم، وهذا التنظيم اللي كيديروا هذا الهرمون كيتطلب منك واحد المجهود اللي قوي بزاف. طبيعه الحال باش كيعدل لك نسبه السكر في الدم. وي صحيح في اللحظه باش كتاكل الزبيب ولا التمر مثلا كتحس براسك ناشط ودماغك خدام مزيان، لكن مباشره من بعد ما كتحبس ببضع دقائق اللي قليله بزاف الانسولين كيهبط. وفاش كيهبط الانسولين مباشره كتحس براسك فيك النعاس وكتحس براسك مهلوك ودماغك مبروكي. وهذا هو السبب علاش ما خصك تاكل الزبيب قبل الامتحان. اذا فين خصك تاكل هذا الزبيب؟ احسن وقيته باش تدخل السكان الذات ديالك وهو في الثلث الاخير ديال الامتحان، حتى تكون مازال 20 دقيقه ولا 15 دقيقه تسالي الامتحان ديالك. احسن حاجه وافضل حاجه تاكلها قبل الامتحان اللي غتعاونك بزاف باش ترفع المستوى التركيز ديالك وغتحسن لك الذاكره ديالك وغدوز الامتحان ديالك كامل وانت ناشط وغتشكرني في الاخر. اول حاجه قبل الامتحان بشي نص ساعه خذ لك واحد كاس ديال القهوه يكون ضروري بلا سكر. وراك عارف علاش بلا سكر. ثاني حاجه تاكلها قبل الامتحان كذلك بشي نص ساعه تقريبا خذ لك الحفينه ديال القرقاع غينفعك ديال بصح. واخر حاجه فقط خصك تكون شارب الماء مزيان. خلاصه هادشي الا طبقتيه غينفعك بزاف نهار الامتحان ديالك. كنتمنى انك ولا انك تكون ثابتي، وكنتمنى يا ربي تيسر لك نهار الامتحان وتقول امين. الله يوفق الجميع. بلاتي خلي معك شي لايك وشي تعليق، المهم كيف ما كان التعليق. شكرا بزاف، نشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله.